السلام عليكم. تم صبيحة اليوم في دار الثقافات تخي عبد الله بن كري ولاية الأغواط انعقاد الاجتماع التأسيسي للمرصد الجزائري لحقوق الإنسان بحضور أعضاء المكتب التنفيذي وكذا رؤساء اللجان الخاصة بالمرصد، أين تم تزكية السيد مو معقود عماد رئيسا للمرصد بالإجماع، والذي أدلى من خلال هذا الاجتماع كلمة بالمناسبة. ونطمح للتعاون والتنسيق مع جميع الإدارات والبلديات والولايات في التنمية المستدامة ودعم مؤسسات الدولة والتعاون في إيصال انشغالات المواطنين إلى المسؤولين في مختلف المجالات والاختصاصات التي تساهم في التغيير الإيجابي ومنح الفرصة للجميع لإبراز المستوى والنشاط وتطوير العلاقات العامة والمشاركة الميدانية الفعالة الإيجابية في مكافحة الفساد الإداري والمالي والحفاظ على أمانة الشعب والدولة. يطمح المرصد الجزائري لحقوق الإنسان بعدالة اجتماعية والتكفل الاجتماعي بالمواطن وتفعيل العمل الجماعي. الاجتماع التأسيسي الذي جاء متزامنا مع الاحتفال بعيد الاستقلال 61، أين تدخل بالمناسبة المستشار الوطني للمرصد الجزائري لحقوق الإنسان بكلمة مثمنا فيها جهود أعضاء المرصد والمضي قدما لتأسيس لجزائر جديدة قوية بشعبها وجيشها وجميع مؤسساتها، وتجسيد لتعليمات رئيس الجمهورية في هذا السياق، التي استقبلت أكثر ما يفوق من 26 ولاية أو 27 إن صح التعبير. فالهدف من المجيء بتاع الولايات واستقبالهم في هذه الولاية هو تأسيس المكتب الوطني، يكون دائما حريص على الوطن، حريص على الوطن دفاعا عن الأمة والوطن إن شاء الله. صفتي ممثل وطني لفلاحة والتنمية الريفية، باشرنا هذا التأسيس اليوم الحمد لله وسار بنجاح والحمد لله.